السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم وإن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير. اليوم جبت لكم مع لؤلؤة الكبدة مشرملة. جبت لكم طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله، وأنا هذه هي الطريقة اللي نعتمدها في داري. ديروها كطبق رئيسي أو كطبق جانبي، تقدروا ديروها في الغداء في العشاء كما تحبوا. شوفوا كيفاش جا واحد الطبق تحفة. تبعوا معي برك طريقة التحضير، وما تنسونيش بالاشتراكات ديالكم. شوفوا هنايا عندي شويه بصل اخضر، شويه معدنوس، عندي شويه ثوم، عندي شويه نتاع الطوماطيش، عندي توابل هنايا، راس الحانوت، الفلفل الاحمر، الكمون، الملح وشويه فلفل اسود. وما تلوموش على الصوت ديالي، راني شويه مريضه، درت لي شويه لاغريب عليها الصوت ديالي مبحبح شويه، وما حبيتش ندير روطار الفيديو هذا. هنايا حطيت معكم 2 معالق تاع الزيت، حطوا هذاك هذيك البصله. وهذا الطبق راح يوجد في 10 دقائق. على بالك الكبده به سهله الطهي، به طيب معنا، والبصل الاخضر تاني به يذوب معنا. من الاحسن انكم تخيروا هذا النوع من البصل في هذه بعد الوصفه بالذات. شوف انا نشوحهم شويه على النار، البصله هذه وشويه الدبشه، نشوحهم شويه برك. على بالكم خرجنا من الوصفه تاع رمضان وحابين دروك نوليو نديرو هذو الاطباق الخفيفه اللي توجد في ساعه. شوفوا انا هذه الطوماطيش ديالي كي تعود عندي لا كونتيتي كبيره نهز منها ونخدمها ونحطها في لي كوبلي هكذا، ونخدمها نحطها في الكونجيلاتور كي نحتاج تجيني سهله، نجبدها تجيني سهله. وانتم الا ما تعرفوش طريقه التحضير هذه الطوماطيش هذه، اكتبوا لي في لي كومونتير. حنايا زيد شويه طماطم المصبره شويه على راس المغرف. شوفوا البصله هذيك راهي ديجا ذابت، ها ما نحتاجوش الوقت خلاص. حطوا واحد 2 دقائق ولا 3. وانا هذيك الكبده كنت غسلتها، رقدتها بشويه تاع القارص، وعاودت شللتها مليح 2 مرات ولا 3 وحطيتها تقطر مليح. زيتوا التوابل هذوك اللي شويه فلفل الاحمر، انا ما نحبش ندير توابل في الاول مع البصله في القليم باش ما يتحرقوليش هذوك التوابل وما تعطينيش ريحه قاصحه وماشي مليحه. من الاحسن التوابل كي تضيفوا طوماطيش تاع الحب، ضيفوا التوابل على رواحكم.
ما تنسونيش بالجيم، ديروا لي جيم كل وحده تحت في الفيديو ديالي، دير لي اشتراك ودير لي جيم. شوفوا انا هذه الكبده ما قطعتهاش دي بتي مورسو صغار، شوفوا انا راني قطعتها لي مورسو كبارين شويه باش كي نطيبها ما طيحليش وتجي تقعد لي متماسكه. شوفوا هنايا انا لوحتها وخليتها الساعه تقلى شويه مع هذوك مع هذيك البصله اللي متبله باش نولي نمرق. والتمراق لازم يكون بالماء السخون. على بالكم باللي الماء بارد يفسد بزاف الكوت تاع الطياب. مرقوه هنايا غير شويه كي نتوما تغطى لكم شويه هذيك الكبده. شوفوا انا راني عيني ميزاني. على بالي بكم باللي محتاجين بزاف لهادو هاد الاطباق. والصيفه الجايه الاطباق السهله والسريعه هذه نحتاجوهم في الفتره تاع الصيف. واحد 10 دقائق مامبا تكون طيب معنا. شوفوا حنا هنايا نزيدوا له شويه ونحيوه. شوفوا اختار معنا هنايا نحط له شويه دبشه هكذا في الاخر باش يزيد يعطي يقوم مليح ومنظر هايل. دروك نوريهم لكم في طبق التقديم. شوفوا كيفاه جا، على بالكم جا واحد البنه فيه ما توصفش. وعلى بالكم هذه المشرمله مع واحد الخبز تاع الدار ولا خبز نتاع الخبز اللي يتخدم في الدار، هذاك يجيكم هايل ويجيكم طوب. سيوه وما تندموش، سيوه. شوف انا هنايا راني قدمته مع خبز الدار، يجيكم هايل. وشهية طيبة ان شاء الله، ونلقاكم في فرصة اخرى ان شاء الله. ونعاود نقول لكم صحة عيدكم، وان شاء الله تكونوا صحة عيدتوا بالصحة والهنا ان شاء الله، وعديتوا العيد فرحانين. وما تنسونيش بالاشتراكات ديالكم، وما تنسونيش بالجيم ديالكم. شهية طيبة ومع السلامة.